إذن يا عبد الله لا بد أن تعرف الطاغوت. الطاغوت قال العلماء هم كثير ورؤوسهم 5: الشيطان لعنة الله عليه، والحاكم المبدل لشرع الله، والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والذي يدعي علم الغيب، والذي يعبده الناس وهو راض. قال العلماء صفة الكفر بالطاغوت بغضه وتركه وتكفيره بعينه. هذا هو الدين. تكفر كل من اعتدى على حق الله، وتكفر كل من عبد هذا الطاغوت، لقوله تعالى في ملة إبراهيم التي أمرنا أن نتبعها. ماذا قال إبراهيم لقومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. بدأ بالمشركين وبدأ ثم انتهى بالطواغيت الذين عبدوهم من دون الله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالذي يصلي ويصوم ويطوف حول القبور ليس مسلم. الذي يصلي ويصوم ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي مدد ليس مسلم. الذي يصلي ويصوم ويذبح للشياطين وللسحرة والكهنة ليس بمسلم. الذي يصلي ويصوم ويحكم الديمقراطية ليس بمسلم. الذي يصلي ويصوم ويقاتل تحت معاذ الخطيب الآن في اسطنبول ما يسمى بالحكومة الانتقالية الديمقراطية ليس بمسلم، لأن الديمقراطية